السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شابويا. شابويا فكرة برنامجنا بنحاول نشوف منتجات جديدة ومحلية ونقارنها بمنتجات معروفة ومشهورة ونشوف هل تستحق الشابوه ولا لا. في آخر الحلقة هنقيم ونشوف بنقول لمين. شابويا كفاية مقدمات أول حد كده، ونزل لي يا ابني بالإنترو يلا. طبعا النهارده يا جماعه معانا منتجات مختلفه كتير، وهي منتجات زي ما انتم شايفين مش مشهورة قوي في السوق او مش متجربة كتير، فاحنا هنحاول نجربها نقارنها بحاجات براندد ومعروفة وكل الناس بتشربها. طبعا معانا حاجات غاليه وحاجات رخيصه، احنا مرتبينهم طبعا كده من هنا الرخيص لحد الغالي. وهنقيم ونرتب حسب الطعم، بس الطعم ملوش دعوة بالسعر. كل التقييم النهارده هيكون طعم بس، وهنشوف في آخر الحلقة هنقول لمين. شابويا يلا بينا نبدا. في منتجين ما جبناهم، ريد بول وحاجه كمان عشان بس الاعلانات، ف أيوة. 10 مشروبات طبعا هتقف تصديرهم ما لقيناهمش في السوق يعني، عشان انا كنت برضه عايز ريد بول دايت وما لقيناش الصراحه. فاحنا هنبتدي برقم واحد معانا وهو سبرايت. طبعا سبرايت معروف، فاحنا هنبتدي على طول. يلا بينا نشوف. يلا بينا. سبراي عادي يعني، الناس كلها عارفه السبراي. فيلا بينا نشوف اللي بعده على طول. هو اللي جاي هو اللي هيبقى. طبعا يا جماعه الترتيب معانا دلوقتي، هنبدا نرتب المنتجات اللي احنا جايبينها حسب التقييم بتاعنا. يعني احنا دلوقتي اول منتج معانا هو سبرايت، ده جربناه. هنقارن المنتج اللي بعده بيه، لو هو احسن منه هنحطه قبله، اوحش منه هنحطه بعده، يلا بينا على رقم اتنين معانا وهو او العكس، انا مش فاكر انا قلت ايه. يلا بينا على رقم اتنين وهو كوكا كولا. يلا كوكا كولا. انا اصلا ماليش في المنتجات الميه الغازيه دي. انا عايز اقول بس ملحوظه على كوكا كولا. هي كوكا كولا اللي في كان بتكون غير كوكا كولا اللي في ازاز. ليه بقى؟ انا مش عارف، بس هو يعني كوكا كولا ازاز رقم واحد. مش عارف بصراحه هل تفاعل الصودا مع الازاز ولا. ممكن برضه. انت بالنسبه لك لو قدامك كوكا كولا وسبرايت هتشرب ايه بالتجربه اللي احنا انا جربناها دلوقتي؟ بالنسبه لي اشرب السبرايت عشان حسيتها خفيفه شويه عن كوكا، او انا مش بحب الكوكا كولا قوي يعني. لا هو انا بحب كوكا كولا ازاز، بس بالنسبه لي سبرايت دلوقتي احسن. احسن من كان كوكا كولا. يبقى اول ترتيب هيختلف معانا، هو هنجيب كوكا كولا قبل سبرايت. يعني المفروض سبرايت ارخص من كوكا كولا صح؟ الاثنين بنفس السعر. بنفس السعر. دي ب 5 جنيه ولا غليت دلوقتي ب 8 8 جنيه جنيه عشان نبان ان احنا 8 جنيه. صارفين بس. يلا يلا بينا على اللي بعده. رقم ثلاثة معانا فانتا تفاح احمر، ودي طبعا من الحاجات اللي هي النادره في السوق شويه، مش عارف ليه مع ان انا بحبها جدا. انت ايه رايك؟ مش متاحه في السوق. لا يعني ما حدش بيشربها كتير، ما بشوفش ناس بتطلبها كتير. انا ممكن تكون دي بالنسبه لي احسن، بس خلينا نشوف يلا على طول. يلا ندوق يلا. ونجرب على طول. انا حاسسها زي شويبس صح؟ اه البق ده، الشفطه دي رجعتني كده يا زمان. فاكر انت الازاز اللي هي الازاز انا كانت برضه بتيجي في حسيت نفس، الصندوق؟ ايوه حسيت نفس الاحساس. طب يلا هنقول تقييمنا على طول. انا ممكن يبقى بالنسبه لي الاول ثلاث حاجات دول تقييمي مقارب ليهم، فانا بالنسبه لي يا كوكا كولا سبرايت زي فانتا تفاح دلوقتي. انت بالنسبه لك؟ انا مش عارف. انا بالنسبه لي هما الاثنين تقريبا زي بعض، بس شويه حنين للذكريات كده، فانا عشان فانتا يعني. اه انا حط برضه فانتا. هميل لتقييمك شويه، وخلينا نحط فانتا رقم ثلاثة. يلا يلا على اللي بعده. وكده 3 2 1. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا على اللي بعده. وطبعا المنتج الرابع معانا وهو شويبس سفندي سفندي. او يوسفي. يعني مختلف، مش شويبس ايه. هو بس يعني يوسفي ولا هو في شويبس سفندي رمان، ولا في شويبس سفندي؟ برتقال. في شويبس برتقال. يعني في شويبس تقريباً برتقال يعني. وشويبس ايه طبعا الانتاج جايب لي ديت بالخصوص عشان انا بحب السفندي، لسه اول مره هجربها. يلا بينا نشوف. يلا بينا نشوف. اول مره اشرب بيبسي شويبس انا يوسفي. حاسس ان هو في اللي عارف التفل بتاع السفندي ده. في حتت فعلا باينه اهي. عجباني الصراحه. لا حلوه عجبتني. بص انا اقول لك على حاجه والله بجد. مم. انا طول عمري يعني بشرب حاجات دي، يعني شربت التلاته دول ودي اول مره بجربها، بس لما بتشرب الحاجه وتقارنها بحاجه تانية دلوقتي تحس ان في فرق رهيب. يعني انت كانك اول مره بتشربها في حياتك. شويبس السفندي يعني. يعني انا كوكا كولا دي بالنسبه لي هوس. كانت حاجه عاليه لما جيت يعني. قارنتها بسبرايت وفانتا اه انت قصدك لما بتشرب الحاجتين مع مع بعض بعض تحس بتحس لا. بتعرف تقارن بينهم تعرف يعني. تقارن فعلا. لا فانا بالنسبه لي لا. عجبتك دي؟ عجبتني، بس فانتا وسبرايت كمان متربعين. يعني لا انا بصراحه بالنسبه لي جميله. هتيجي ما بين كوكا كولا وسبرايت. بين كوكا كولا وسبرايت. اه انت عندك فانتا احسن يعني. انا بالنسبه لي دي اكتر واحده عجبتني، فانا هحطها رقم واحد لحد دلوقتي. طبعا كده اختلفنا. مع اختلافنا يبقى نلجأ للاعداد. للاعداد. ايه رايك يا اعداد؟ هتدوق الاول؟ الاعداد لازم يدوق. تعالى اعداد دوق بس. سيبك، مش هندوق طعمه هو حاجة احسن ولا اللي أحسن. قبله؟ طعمه هو احسن ولا اللي كده قبله؟ لا هو هو احسن من فانتا. لا فانت احسن الصراحه. ايوه بالنسبه لي فانتا. ايوه خليه بالنسبه وانت؟ لك. من رايي ان هو يبقى بالنسبه لك بالنسبه هو قال لك بين كوكا كولا وسبرايت. ماشي، ما هم كده وانت كنت عايزه هنا فهم كده النص.
بعد العوده طبعا لاراء تيم الاعداد قرروا ان هم هيميلوا الى تقييم احمد طارق، مش قوي يعني، هم في النص، هم قرروا ان هم هيحطوه بين فانتا سبرايت رقم وفانتا. واحد، شويبس رقم 2، سبرايت رقم 3، كوكاكولا رقم 4. يلا بينا على اللي بعده. انا شايف ان احنا لحد دلوقتي ماشيين ترتيب منطقي. بالنسبه للسعر بس لا، هو اكيد شويبس اغلى من فانتا صح؟ بكده نكون خلصنا فئة ال 8 جنيه، كل الحاجات دي بأسعار واحدة 8 جنيه. نبتدي بقى نطلع في السعر الفئه الاغلى شوية. بقى بعد كده ونأمل بقى ان احنا نلاقي اطعم بقى مختلف، عشان انا زهقت تضرب الصراحه النار. يعني. انا اول مرة في حياتي اجرب ستينج دي. على فكره يا جماعه، تقييمات فئه ال 8 جنيه صعبه جدا، لان الاطعم كلها قريبه من بعض. وخلينا بقى نشوف اللي بعده. وهي حاجات كلها اصلا يعني ايوه، حاجات مشهورة معروفه ومعروفة وكل الناس ومتداولة. عارفاها. يلا بينا نشوف. في ريحة طلعت كده. هل ده بروفين صح؟ هو يعني كون ان في ريحة نفاذة أيوة. كده تطلع، فدي حاجة مبشرة. اكيد في اختلاف. يلا بينا نشوف. يلا بينا نشوف. بسم الله. هقول لك انا بقى. قول لي. عارف اللوليتا؟ اللوليتا ام نص جنيه اللي كنا بنجيبها في ميه ساعه ديت، ساحت وعملوها ساحت وهم حطها في الازاز. اقسم برب ما في اختلاف. تتفق معايا في الحاجه ديت؟ هم زودوها برضو بروفين بروفين؟ هو فيها في نوع من انواع الدواء. لا بالظبط، لو حد عايز يدوق ستينج انصحه ان هو ما يشتريهاش ويجيب اللوليتا ديت ويسيبها تفك ويشربها. انا مش هسألك عن تقييمك، انا عارف هي رايحة فين. هنتكلم طبعا عن التقييم هنا، ويلا بينا على اللي بعده على طول. هتفضلي كده لاخر الحلقة. طبعا يا جماعه، المنتج السادس معانا هو فروتس. في فروتز قبل كده؟ لا الصراحه اول مره انا اشربها. شربتها ويعني طب ايه الفيدباك بتاعك عنها؟ لا حلو عادي. ما انا كنت شارب كوكاكولا وسبرايت، بس لما بتيجي تقارن الحاجات مع بعضها انا بقول نشوف على طول. يلا يلا. نقارن. انا بجد الريحه وحشه مش عجباني. تروبيكانا فروتز ليمون نعناع. ايه ده يا عم؟ دي كوكتيل الليمون والنعناع. دي تفرق عن ليمون نعناع؟ مش عارف، هي فيها حاجه غريبه. عجبتك؟ انا مش عجبتني. بص انا بقول لك هي فعلا يعني، انت لو بتشرب دي لوحدها وانت ما شربتش دول قبلها هتقول عاديه. بس لما بتيجي تقارنها لا، يا تيجي بعد. انا بالنسبه لي ستينج اسوأ حاجه. يعني هي رقم 2. رقم 2. ايوه كده. انا شايف بعد ان هي ستينج يعني رقم 7 معانا هو الفيمتو. فيمتو. مشروب اول مره اجربه. وانا برضو اول مره دي اجربه. سعرها 10 جنيه بالتوت البري او التوت الازرق، عشان معانا واحده ثانيه بالتوت البري. انا اول مره اجرب عموما الحاجات دي كلها، فيلا نشوف. انا متحمس. خلينا نشوف. خد الله، شميت الريحه. يا سلام لو الناس تشم الريحه. يلا. لا لا اللون جميل والله. يا سلام. انا بقلقش غير من الحاجات دي. كفايه كده عشان عارف ان انت شكلها دي جنب الستينج. يعني انا مش عايز اتحمس تاني. يلا. شكلها راح الستينج، فاهم؟ انا بقول لك يعني. هيبقى في منافسه شرسه. هي الالوان، تحس الالوان الغريبه كلها تبقى كده. قلت لك ما ينفعش كله. مش عارف، ما فيش ثاني يعجز عن الكلام الصراحه. مفيش كلام بصراحه. انا بالنسبه لي على طول يعني، لو في بره الكادر ممكن نحطها بره والله لسه اقول الكادر. لك لو في ورا الكادر عايزين نرميها خالص. خش التقييم. يلا بينا على اللي بعده عشان نغير طعم بقى، عشان انا متنرفز يلا بس الصراحه. بسرعه عشان طبعا يا جماعه، المنتج الثامن معانا هو منتج نفس فيمتو المنتج برضه. اللي قبله برضه، فيمتو. بس ايه بقى بايه؟ بالتوت البري. توت البر. خلينا نشوف. مش عايز متفائل؟ اشوف والله، بس انا برضه والله مش متفائل، بس يلا نشوف. ناس عماله مترشح حاجات واحنا بنجرب لا شم. لا مش هدوق. بامانه مش عارف هدوق. لما لا عارف لما تفتح علبه دواء الكحه كان اسمه ايه؟ والله برونشيك. هو تقريبا برونشيك من اللي بيبوظ منهم، وحياة بيحطوا عليه أمي لون. نفس دواء الكحه. بيحطوا عليه لون لا 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 لا، انسى مش هشرب. لا 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 لا، لازم تشرب. انا شميت الريحه خلاص، انا قيمت. كفايه كده ولا تحب تاخد ليله؟ والله على حسب الجرعه. خلينا هنا، شكلك هتترمي بره الاوضه اساسا. احنا اتعودنا ان احنا ايه، ما بنهتمش ايوه بالمظهر ايوه ولا بالريحه. يلا نشوف على طول. بسم الله. طب انا هسد مناخير مثلا وانا بشرب. طلع برا كادر فعلا. طلع برا كادر بجد. ده مش فيه والله، طلع برا كادر. ما انا عايز اقول حاجه بجد. انت ممكن يكون دواء الكحه اصلا يعني بيحسسك بطعم انت بتقرف منه، انت اصلا مش عارف، حاجه غريبه الصراحه. بجد تبقى مضطر تشربه. يعني مفيش تعليق. هل في ناس بتشرب الحاجات ديت؟ برا كادر بجد. مفيش تعليق بجد.
خد يا ابني، بركات. ايوه سيبها شويه. ارميها بره البتاع دي. خليها حسين. انا ملاحظ كده ان يعني كل ما بنعلى في السعر الترتيب كل- بيتغير الصراحه يعني. يعني كل ما الكواليتي بتنزل. ايوه فعلا، يعني دلوقتي فئه ال 10 جنيه، فئه ال 9 جنيه، فئه ال 8 جنيه، لحد دلوقتي الفئه الاحسن بالنسبه لي فئه ال 8 جنيه. انا عرفت ليه الناس دي هم المشهورين وهم الناس اللي مكمله في السوق صراحه. مش عشان سعرهم رخيص. لا بجد يعني ممكن تبتكر، ممكن تعمل حاجه صح. جديده، بس حاجه اهتم برضو بالطعم شويه، فاهم؟ يعني مش مجرد ان انا افتكس وخلاص. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا على اللي بعده. ونيجي للمشروب قبل الاخير معانا رقم 9، هو مشروب سعودي مشهور جدا، موسي او موسى او كل واحد ينطق زي ما هو عايز، وكل واحد مسؤول عن اللي هو بيقوله برضه، صح؟ يعني في يعني ناس احنا تقول كده وفي مش ناس تقول مسؤولين، كده انا عن وفي نفسي ناس مش تقول هنطق موسى. الاسم. نجرب ونشوف يلا وربنا بينا نشوف. يستر. المفروض بقى ان دي حاجه حاجه مستورده بقى وحاجه حاجه بعد الاثنين المقرفين دول، فتبقى حاجه نظيفه. برضه. انا اللون برضه مش متفائل، ما بتفائلش بالالوان دي خد خالص. خد شويه. لا انا متفائل عشان دي حاجه لا الريحه دي شميتها قبل كده. هي المفروض بيكون فيها اطعم مختلفة؟ فراولة وفخوخ. يا ابني مش بسألك، انا بقول للناس. انا اسف. اه ريحه فراوله. هي المفروض احنا جايبين موسي او موسى طعم الفراولة. انا بقول موسي بصي الميم. اهي هي اسمها موسي. لا وبص حاطين لك في العرض شد. حتى كده. طب ليه اصلا؟ يلا بينا احنا نشوف. قلنا احنا جايبينها بطعم الفراولة، في اطعم طبعا تانية مختلفة، فاحنا اللي بنقيمها معانا دلوقتي طعم الفراولة، فاحنا يلا بينا نشوف. يلا. الصوت عالي قوي. انا بقيتش زهقت. عارف والله. والله ما بجد. بقيت عارف والله فعلا. بجد ما بقيتش عارف. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا قلت لك الحاجه دي مش بتاعتي والله. انا ما بحبش الحاجات دي. لا بس انا يعني هتبقى هنا، يعني هي لو هتبقى برضه رقم يعني 3 من تحت. يعني عدت فات ال 10 جنيه يعني. عشان احنا الاثنين دول صعبين قوي بجد. مش عارف يعني الفيمتو دي صعبة يعني. على طول عشان انا اه برضه انا حاسس برضه ان خلينا كده نتقدم فانت تفاح تتربع على عرش احنا كنا بادئين الصدارة. كده هيبداوا كده. طبعا يا جماعه المنتج الاخير معانا هو المنتج العاشر، اسمه فريجو بالمانجا. انا مش عارف ايه اللي جوه ده، انت تعرف ايه ده؟ حبة البركة باينة جدا. طب ايه علاقه المانجا؟ هو مكتوب مانجا، ايه علاقه المانجا بحبه البركه؟ مش عارف اصلا ليه الاعداد بيعمل فينا كده، وليه الناس اصلا رشحت لنا الحاجات دي ان احنا نجربها. انا اول مره في حياتي اشوف المنتج ده الصراحه. الناس تقريبا كانت ما عجبهمش حلقة اللي نزلناها المرة اللي فاتت فبيعاقبونا، ممكن فبيقولوا لنا برضه. جربوا المنتجات ولا احنا دي عشان ولا إيه؟ سفينا على بلبن فبيطلع ربنا دلوقتي بيعاقبنا مش عارف، بس يعني احنا برضو مصرين على نفس المحتوى. المحتوى بتاعنا، ومش هنبطل على يا نفس جماعه. المبدأ، احنا بنقارن بكل حيادية. وبالنسبه يلا للناس اللي بينا. بتهاجمنا احنا مستمرين ومش بنسمع لكلام حد. يلا افتح. افتح يا باشا، توكل على الله. لا الفتح خلي بالك، الفتح المره دي كرييتيف يعني. في شغل جامد، شغل جامد. حسيت ان انا جمع بين الغطا بتاع الكان والغطا بتاع ايوه لا حسيت ان انا انبسطت وانا بفتح الازازه الصراحه يعني. انا ممكن اجيبها افتحها وما اشربها. لا انا شامم ريحة انا الريحه عجبتني عظيمة وانا والله بجد، يعني بعد دول انا حاسس ان ده ممكن مثلا يبقى الحاجه الاخيره بقى كده، عارف اللي هي حته عم. ايه؟ عارف لما تبقى صايم كده بس زي ما احنا متعودين. ان الطعم هو اللي بيحكم. يلا بينا. ايه ده؟ شفت اللي انا شفته؟ احنا نرجع تاني شفت اللي انا شفته؟ ونقول ان الناس الريحة برضو مش حد شاف اللي انا شفته؟ لا ده احنا هنصبه قدام الكاميرا هنا كده عشان الناس تشوف بس. انت مش عايزه تتصب على فكره. جيلي. كفايه انت بتكتر ليه ترميها تاني. هنصبه برضه قدام الناس. كانت عايزه تترجى مثلا. ممكن. لا خلاص صب، والله ما انت راجل حاجه، صب يا جدعان. كفايه يا حبيبي، كفايه يا بابا، كفايه. يا عم نشرب كده نشربه. لا بس ريحه جميله. ممكن نجيبها نشمها بقى. انت شايف يا مش انت دي ما تشربهاش، انت دي تجيبها تسيبها للضيوف كده يشموها مثلا. بتعمل ريحه في المكان. لا والله بجد ريحتها والله تحفة. ريحتها جميل. ريحتها تحفة والله. يلا. انا هشمها بس مش هشرب اللي قدامي ده. يا اسطى منظرها داخله على بقي كده وريحه اصلا. يلا احنا فود ريفيورز لازم نبقى جامدين. اشرب بس كده، شكرا. عشان ما تأثرش عليها في الحكم، عشان النزاهة. والله بجد لذيذ. بص، دي أغرب حاجة شربتها في حياتي. لا لا بس مختلف.
تكتشر في البق مختلف، طعم مختلف. وخلي بالك هي ممكن ما تبقاش تبع فيها الصودا. هي مش هي مش فيها صودا. هي عصير بس اقرب للعصير انت لما شوية. تشربها ما تتضايقش، فاهم؟ بس جميل. لا انا هاخد شويه كمان. وبرده مش مسكره قوي، ما تقفلش، فاهم؟ انا اول مره في حياتي اشرب مشروب حاجه زي كده بجد. يعني ممكن الحاجات دي انا فعلا ما بحبهاش، يعني بس بص انا اقول لك على حاجه، انا مش عارف هي حلوه ولا وحشه، بس الاكيد ان هي غريبه هي مختلفه. وما تقفلكش. لا بصراحه مختلفه. يعني دي محيره قوي، يعني مش عارف احطها فين مثلا في انا بقول بص انا عارف ان لحد هنا خلاص لا مع بره السلامه. أوي. دول لا انا دول ممكن اقول هنرميهم، ودي مش هنجيبها تاني، ودول هنعاقب بيهم اصحابنا. ودول كده كده الناس كلها عارفاها، فاحنا عشان ننصح الناس ان هي تجرب حاجه زي كده هنحطها رقم كام؟ انا بصراحه محتار، يعني انا اصلا انا مش عارف لحد دلوقتي تقييم هي حلوه ولا وحشه، من كتر ما هي غريبه هي بتخش كده في مختلفه. طعم بيزغزغ في البق كده. طب ممكن نشارك الاعداد معانا؟ الاعداد معانا. يلا جاهزين؟ المخرج الغلبان ده اهو. لا خلي بالك بدات تسيل في الاخر. كفايه عشان ما شفت انت النقطه اللي نزلت خد يا دي؟ صاحبي. خد يا احلى اخراج، احلى اعداد. خد يا معد. خد يا باشا، سيب حاجتك. سيب احنا اشرب. لا بص حتى حبه البركه تحس ان هم مغلفينها، مش حاطينها هي كده. داخله جوه ايه رايكم؟ من كتر هم برضه يعني في شك هي فعلا حصلت. تحير بجد والله مش يعني عارفين لا بس انصح الناس ان هي تجربها. حاجه جديده، يعني هي حاجه جديده حاجه جديده فعلا. ومش اللي هي تقفلك، في حاجات جديده مثلا اللي هي ايه اهي. تبقى قرفان. الحاجات دي مثلا يا عم طلعها بره الكادر يا عم. والله كل ما اشوفها طعمها يرجع تاني يجي في بقي. ديت بين الجيلي والعصير، حاجه ملمس في النص كده، وحبه البرده تقريبا غالبا حاجه بتقرمش. خليهم عندك يا في حسين. صوت. خليهم عندك. ايوه صوت بيقشعر. فرأي تيم الاعداد ايه بقى؟ انا من رايي ان الحاجه ده ممكن تحط بين شويبس وسبرايت. شويبس وسبرايت، رايك ايه يا كابتن حسين؟ انت المفروض نخلي حسين يقول اول واحد عشان انا حاسس ان هو بيجاملك، مش عارف بيحبك قوي حسين ده. حسين ايوه والله. مساعد. انت رايك ايه؟ والله بجد محتار، يعني انا ممكن يعني هي تيجي هنا وممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا، يعني هي غريبه في لا، اول طعم يعني. انا رايي انا حددته خلاص، مش عارف هتتفقوا معايا ولا لا. انا رايي ان دي حاجه مختلفه والناس لازم تجربها، محدش جربها قبل كده، فلازم نحطها رقم واحد ونرشحها للناس ان هي تجربها. واحنا نرشحها للناس وفي تمام. الكومنتات برضو يقولوا لنا هي ممكن كان تقييمي غلط ولا هم تقييمهم صح. يعني الناس تجربها وتقول لنا رايها. وكده تكون خلصت حلقتنا ووصلنا لنهايه تقييماتنا، وده التقييم من حسب وجهه نظرنا احنا، ودي طبعا الجمهور هو اللي يقول لنا وهو شايف نحطها فين. وطبعا يا جماعه قولوا لنا نحط ديت رقم كام في وسط دول، وانصح الناس ان هي تجربها وتكتب لنا في الكومنتات نحطها رقم كام. نحب نقول طبعا شابوه يا فانتا تفاح. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس واشتراك في القناه وتطلع على كل صفحات السوشيال ميديا، واي ابلكيشن جديد برضو ممكن تعمل عليه فولو هتلاقينا موجودين. والسلام. خدوا بقى الصورة اللي هي جاب بتتحط في الأول دي، خدوا الصورة اللي بتتحط في الأول. قول لي بقى التليفون ما كانش شغال. يا نهار أسود. شباب. 130 ثانية.